نادي القضاة المغرب ورئيس غرفة محكمة النقد. رئيس غرفة محكمة النقد. بالنسبة للتصور ديالنا لاستقلال السلطة القضائية، نريد قضاء مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن استقلال القضاء هو حق من حقوق المواطن المغربي، ما دام أن القضاء هو شأن مجتمعي وليس شأن القضاة. والتصور ديالنا الاستقلال هو أن يكون القاضي بعيدا عن أي تأثير كيفما كان نوعه، سواء من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو سلطة المال. سلطة المال هي اللي تعمل على أن القضاء يكون غير مستقل. وكذلك بالنسبة للعمل داخل المحاكم، نعتبر أن تفعيل الجمعيات العمومية هو كنقطة بداية لتحقيق محاكمة عادلة والاستقلال القضاء. وبالتالي عدم تفعيل الجمعيات العمومية هو والالتفاف على النظام ديالها وحصر وتقييد الدور ديالها هو الذي أدى إلى عدم حصول محاكمات عادلة. بالنسبة للحوار، الانسحاب ديالنا الحوار انسحبنا لعدة أسباب. أولا لأنه لم يكن في الوقت المناسب لأن فيه سرعة. ثانيا بالنسبة لتعيين الأشخاص في اللجنة علينا عندنا تحفظات عليهم، لأن الأغلبية فيهم كانوا في القضاء ومارسوا القضاء أقل ما يمكن 30 سنة، وهم الذين وضعوا القضاء في هذا المأزق الذي نطالب بالاستقلال. ثالثا بالنسبة للانسحاب ديالنا لأننا أقصينا مع أن لنا أكثر تمثيلية في النادي عند يمثل ثلثي القضاة في المملكة. أقصينا من اللجنة العليا. العدد يتراوح بين 2900 حتى 3000 قاضي. رغم أنه حديث نشأة. والدليل على ذلك هو الوثيقة اللي وقعوا عليها القضاة، وثيقة استقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل. وقع ما يزيد على 1800 قاضي. هذه راها موقعة بأسمائهم الشخصية والعائلية. يمكن الرجوع إلى اللوائح اللي كاينة في قسم القضاة في وزارة العدل والتأكد من صحتها كذا. والحضور اللي حضروا ديال ما يزيد على 2000 قاضي اللي حضروا في يوم 5/5 ديال المجلس الوطني ديال. بالنسبة للانسحاب ديالنا كما قلت بأنه راجع لعدة أسباب، وأننا لا يمكن لنا إلا أن نعمل خارج هذه المنظومة لكي لا يتم الالتفاف على ما جاء به الدستور الجديد وإصدار قوانين تنظيمية تمس باستقلال القضاء. وشكرا. شكرا لك.